العب. يو. ليس إلي سوى الو. فاهمني؟ يا عم، ايه يا عم؟ هنروح ولا ماشي. انت جاهز؟ كعب بن مالك غاب عن غزوة تبوك، ولما النبي سأل راح نفسية هنا. صباح الخير، الساعة دلوقتي 5، يعني كمان ساعة المفروض اتحرك من هنا عشان نطلع على البحر ونشوف الدنيا بقى مع بعض. دلوقتي هنرن على صاحبنا غزال عشان خلاص نروح البحر بقى. انا هكلمه دلوقتي. ايوه، رن عليه. الو، رن عليه يا رن. ايه ده؟ لا انت لازم ترد. استنى، هرن على ماسنجر. الواتساب مش هينفع. انت لازم ترد عليا عشان يا ابني دي انت انصر ليه يا ابني؟ لازم ترد عليا يا ابني. رد. هو كده هيرد. الو. فاهمني؟ يا عم، ايه يا عم؟ هنروح ولا ماشي. انت جاهز؟ 10 دقايق كده اكون جاهز. انا دلوقتي بسجل وانت طالع في البتاع. يا راجل. والله طالع بالفيديو. خلصان. صباح النشاط والرياضة. صباح النهارده هيبقى فلوج رايق. يا عم على الله. وهنا خلاص وصلنا البحر. يو. هنا فين الشاطئ؟ شاطئ الجمالي. شاطئ الجمالي. هنا بقى رايحين عشان نلعب كورة هناك. بعد ما يعني قبل ما نلعب كورة إن شاء الله هنقول شوية معلومات عشان نطلع بالفيديو ده مش كفلوج ترفيه بس وخلاص. لأ، احنا هنطلع من الفلوج ده مستفيدين حاجة إن شاء الله. وده الستاند عشان نعرف نصور. إلى ربي وليس إلي سوى. وهنا قبل ما نعمل أي حاجة فعايزين نقول شوية معلومات كده عشان نطلع من الفلوج ده مستفيدين حاجة. ويلا بينا نقول الرسالة الأولى. عثمان بن عفان غاب عن البيعة تحت الشجرة مع إن الحكاية كلها والبيعة كلها كانت علشانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حط إيده الشريفة وقت البيعة وقال ودي إيد عثمان. الرسالة من القصة دي صون غيبة صاحبك. أجمل حب هو اللي صاحبه ما يعرفش عنه حاجة، وأصدق كلام حلو هو اللي بيتقال في ظهرك مش في وشك. كعب بن مالك غاب عن غزوة تبوك، ولما النبي سأل عنه قام واحد وقال غره حاله ولبسه ومنظره. هنا قام معاذ بن جبل يدافع عن صاحبه ورد عليه وقال عيب اللي قلته ده، والله يا رسول الله احنا معرفناش عنه غير كل خير. كعب غاب عن الجيش بس فضل موجود جوه قلب معاذ. عشان كده خليك لكل صاحب غايب زي معاذ ابن جبل. ما تسمحش لحد يقلل من صاحبك في غيابه، عشان دي هي الأصول والمروءة. والرسالة التانية إن ستنا عائشة كانت فاكرة إن أصعب يوم مر على النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم أحد. يومها قتلوا عمه وجرحوا راسه الشريفة وسال دمه الطاهر وكسروا أسنانه. سألته بصوت هادي يا رسول الله، هل مر عليك يوم كان أصعب من يوم أحد؟ حكى لها عن اللي حصل له في الطائف لما رجموه بالحجارة ورفضوا دعوته. وصف حاله وقتها وقال انطلقت وأنا مهموم مش حاسس بالدنيا حواليا وما فقتش غير وأنا في قرن السعادة. فرسالة من الكلام ده إن تخيلوا من كتر الحزن كان ماشي وتايه مش عارف رجليه واخداه على فين. لازم نفهم إن الحياة ساعات بتضيق قوي بالناس، وإننا بنضعف مش عشان إيماننا قليل، لأ، لكن عشان قسوة الأيام. الهم ممكن يخلي الحكيم حيران، والغم ممكن يخلي أكتر حد بيضحك إنسان عابس ومكسور. الهموم ممكن تسجنك جوه أوضة الهموم، دي أغلال وقيود حتى لو كانت ما بتتشافش بالعين. عشان كده قدروا ظروف الناس وما تبقوش انتوا والدنيا عليهم. الإنسان بتمر عليه لحظات بجد ما بيكونش طايق يسمع فيها أي كلمة ولا حتى قادر ينطق بكلمة واحدة. ورسالة التالتة إن في أعرابي جه للنبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الإسلام، وتاني يوم على طول تعب وجات له حمى شديدة. راح للنبي وقال له أقلني
يعني رجع لي بعتي وعايز ارجع زي ما كنت. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض طلبه تماما. لو الأعرابي ساب المدينة ومشى، وقتها النبي قال المدينة زي الكير، بتطرد خبثها وبتخلي الطيب بس هو اللي يلمع ويبان. فالرسالة من القصة دي إن في ناس كتير بيعبدوا ربنا على حرف. اوعى تكون منهم مش فاهمين يعني ايه اختبار العبودية، ولا فاهمين سنن ربنا في خلقه، رابطين رضاهم عن ربنا بمدى اللي بيديهولهم من اللي هم عايزينه. لو ربنا اختبرهم بحاجة ما بيحبهاش ينفضوا عنه. لو الواحد فيهم خد فلوس بيشكر، ولو الرزق ده شوية يتسخط ويغضب. لو وسط أهله وحبايبه يكون راضي، ولو فقد حد فيهم يشتكي ويعترض. تاه عنهم بلاء يعقوب وسجن يوسف وفقر عيسى وكرب يونس. يا صديقي، الدنيا دي دار امتحان، والموعد الجنة بإذن الله. ودي كانت فقرة المعلومات بتاعتنا في الفلوج ده. يا رب تكون المعلومات دي فادتكم والرسائل دي فادتكم. دلوقتي بقى هنلعب بقى شوية كورة يلا بينا. إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي اديني هنا واحدة. غزال غزال اهو العب. تقريبا محدش شايفني. لا ده بدماغه النضاره وقعت. النضارة اتكسرت. استنى. لوي ليه ممنوع ولا احنا نقلع النضارة. جبت هدف. العب غزال. هاي العب اهو اهو العب بعيد. جايلك اهو اهو. العب العب. حلوة حلوة. غزال غزال العب يلا تاني. والحاجة صراحه والله يا جدعان النهارده بسم الله ما شاء الله يوم عالمي. يوم تاريخي. وجود ابراهيم والحمراوي فلوج عالمي. والمعلم حازم ابو صالح. حازم حارس عالمي يا حازم. عالية برضه. الله عليك يا حازم. خلاص كده. وهنا بعد ما خلصنا الكورة اخدكم شوية كده مع اجواء البحر. غزال غزال. النهارده يا جدعان أحلى صياد فلوج. اليوم ابراهيم النهاردة شات الجمعة. 90 كوره على الجول. 90 كرة 90 كرة. لا يا عم، ده انا جايب جونين وعامل اسيست ليك وعامل اسيست اللي كان لابس نظارة ده. عامل له 19 فرصه محققه مضيع منهم 29 جول. والنضارة اتخربت. النضارة اتخربت والله. إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي مرتجيا رضاه كريم. الصراحة أنا ما كنتش مجهز إن أنا أنزل البحر أصلا، لأني كنت آخر مرة دي كانت بقالها سنة كنت بغرق. حرفيا كنت بغرق هنا في الشاطئ التاني ده، تقريبا في الحتة دي، في الحتة اللي هناك خالص اللي عند الراس. كان في الآخر كده في الآخر خالص لقيتني اللي أنا بسحب مفيش تحت رملة وقاعد أعوم كده على المية، أصلا ما بعرفش أعوم، بس الحمد لله.
إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي مرتجيا رضاه كريم لا يرد سؤال عبد وما تعملها غزال. لا حاجة برغوت ولا حاجة. ها يا مسهل، يا مسهل الحال يا رب. ها انا العيال فين؟ ايه ده؟ العيال فين؟ وهنا بقى ده المينا. هنا المينا هنا ورا خالص. وده المركب داخل هنا. راح فين؟ مركب داخل داخل المينا. راحة نفسية هنا. صياد صيادي. وهنا ننهي الفلوج واشوفكم في فلوجات اخرى. باي. إلى